عبد الحميد العبدولي، الرئاسة المشتركة لجنة الإدارة المحلية للبلديات في الطبقة. طبعا نتيجة أحداث الطوارئ وأحداث تداعيات الهزات الزلزالية التي حدثت في مختلف مناطق سوريا ومناطق أجزاء من تركيا وعدة دول، والتي أوقعت أضرار ضخمة في مناطق حلب ومناطق شمال شرق سوريا أيضا بعض الأضرار. ونتيجة استغاثة العديد من طلاب نتيجة إغلاق السكن الجامعي ووجود ازدحام ضخم في الكراجات، توجهت لجنة الإدارة المحلية والبلديات لتقديم تلبية نداء عاجل كواجب أساسي لها في هذا المجال الخدمة، حيث تم تحريك 4 برلمانات صباحا وعدة سرافيس لنقل طلابنا المتواجدين في هذه الكراجات، سواء كانوا من مدينة طبقة أو مناطق الشمال والشرق سوريا، وسيتم النقل مجانا طبعا. طبعا إدارة الكراج في حالة جاهزية أيضا لتلبية أي عمل يتطلب، بحيث يتم نقل جميع الطلاب والأهالي المتواجدين في هذه المناطق المتضررة. تم بناء 5 خيم في مختلف منطقة الطبقة، طبعا بحملة شعبية وبالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية والبلديات وإشراف الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة. طبعا هذه الخيام تركزت في الحي الثالث والحي الثاني والحي الأول ومنطقة المقاسم. طبعا الهدف من هذه الخيم هي لإيواء الناس ولا سيما في المناطق التي توفر فيها طوابق عالية. يوجد غرف طوارئ مستمرة منذ بداية فصل الشتاء، لكن تم تكثيف هذه الفرق وتعزيزها مع حدوث الأزمة، حيث تركز أقسام فرق الطوارئ على فرق الطوارئ في المنصورة وفرق الطوارئ في الطبقة وفرق الطوارئ في الجرنية. طبعا تم توسيع الفرق بحيث شملت أيضا آليات الخدمات الفنية وأقسام من خدمات البلدية. طبعا التدخل الأولي يتم عن طريق فرق الأطفاء، كون هذه الفرق هي مناوبة على مدار 24 ساعة، حيث تم تجهيز فرق للإنقاذ وتم تجهيز وسائل لاستخراج العالقين لا سمح الله وإزالة ركام الأبنية.